السلام عليكم وهلا بالخير. دلوقتي انا معايا خبر ممكن يهب الاهلاويه شويه، لكنه خبر حصري ومهم جدا 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 في مسيره هذا اللاعب، ولكنه مازال قيد ان هو يبقى بتنفيذه يعني. فما علينا ان احنا غير ان احنا نقول الحادث اللي معانا والجلل اللي معانا شويه. فالحجيم دلوقتي موجوده في نادي الزمالك. ازاي الحلاجيم؟ اقول لك انا دلوقتي الزمالك شاء من شاء أبى من أبى زيزو موجود في الزمالك. طب احنا عايزين يا عم نقوي الجبهة الشمال، هنجيب مين؟ إدارة الزمالك قعدت كده مع لجنة سكواتنج ولجنة التخطيط في نادي الزمالك وعم ميلا اللي هو ماسك غرفة الملابس وكده، وكابتن شيكابالا، وكمان جابوا أحمد حسام ميدو كده وقعد معاهم، وعشان نشوف مين اللاعب اللي احنا هنعمل معاه وهنتعاقد معاه، وبحيث ان احنا نقلب الرأي العام إن اللاعب ده بقى زملكاوي. خلاص بقى الراجل ده يعني خلاص بقى الدنيا هتخرب وفي حد زملكاوي جديد بقى وخلاص، والف واحد يجي يتكلم معانا يقول لك لا والله مفيش حد زملكاوي معانا نهائي. زي مثلا مين؟ اقول لك اللاعب اللي احنا بنتكلم معاه النهارده، وناس كتير هتقول ما ايه المشكله، تمام عادي. لا هو مش عادي، وانا وانت عارفين ان هو مش عادي، لكنه هو لاعب مهم واهم الاجنحه في مصر. يعني هنيجي نقارنه زي مصطفى شلبي، لا يكسب هو اللي هي بضخامة. مصطفى شلبي مش أي حاجة بالنسبة له. وهو آه رمضان صبحي هو نجم نادي بيراميدز، واللي هيبقى راجع نادي الزمالك الفترة الجاية. رمضان صبحي لاعب كويس، مهاري، لاعب مع نادي بيراميدز، حافظ دماغ لعيبة الزمالك حافظة دماغ، راجل ممتاز، راجل كوير، راجل يعني مش اللي هو تقول عليه لاعب وحش، لا لاعب كويس، موزون، تقل في الملعب، احسن لعيبه موجود دلوقتي في الفريق هو رمضان صبحي اللي مقوم فريق بيراميدز. خلاف ان كان فيه عبد الله السعيد طبعا يعني، بس رمضان صبحي حاجه تانية خالص. رمضان صبحي في فتره كان ماسك النادي الاهلي، شايل النادي الاهلي 2016 لحد 2017، 2016 لحد 2019 هو نجم النادي الاهلي. راح ستوك سيتي، بعد كده راح فرقه تانية ساوثهامبتون، في لعيبه راحها، لكن يبقى رمضان صبحي كما هو رمضان صبحي. 2020 مشي من الاهلي، راح بيراميدز، عمل اداء لغايه دلوقتي خالي خالي خالي، ولغايه دلوقتي هو احسن لعيبه في مصر على فكره. هو بالنسبه له احسن من عمر مرموش. اللاعب ده احسن من عمر مرموش ليه؟ لان هو قراري في الملعب، لاعب قراري، رجله كويسه في الملعب، موجوده في الملعب، ما بتختفيش بره الملعب. كابتن شوبير طلع عليه خبر من ايام كتير يعني، مش ايام بس من قريب، ان هو الراجل ده بيتعاطى. تمام، ولا لاعب حد؟ طب ما هو كابتن شوبير في حد عارف ان رمضان صبحي في حد في مصر يعني مين حد غير رمضان صبحي يعني؟ مش كل شويه كابتن شريف اكرامي يطلع معاك يديك كلمتين ما لهمش لازمه. ليه بقى ليه تقول لي شريف اكرامي؟ هو نسيبه يا جدع؟ نسيب الاتنين حبايب يعني. خليك في نفسك. نادي الزمالك خلاص بيتعاقد معاه لمده 3 سنين جايه، ورمضان حاليا عنده 27 سنه، الراجل في احسن فورمه الوقت دي، يقدر يشيل نادي الزمالك فتره جايه كبيره جدا مع نادي الزمالك، وهيشيل الزمالك ان شاء الله في افريقيا الموسم الجاي لما يبقى مركز اول او تاني ان شاء الله في الدوري يعني. فخلاص يعني لاعب رسمي في الزمالك بنسبة 90%. وقولوا برضه رأيكم في التعليقات إذا كان هو صفقة مهمة لنادي الزمالك ولا لأ، أو إذا كان في مشكلة إذا كان روح نادي الزمالك بالنسبة للأهلاوي ولا لأ. أشوفكم حلقة جديدة. السلام عليكم أيها الأحباب.